مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست صوت روعة. اليوم حلقة مختلفة، كلام قريب من القلب، والباب ديالها يقدروا يدخلوا منه غير الناس اللي بصح مآمنة وباغا تعيش حياة مختلفة دافئة وواضحة وسعيدة. اليوم ما غنهضرش على النجاح ولا المال ولا صراع الأفكار لا. اليوم غنهضر على شي حاجة اللي كاملنا كنطمحوا ليها. أكيد غتكونوا عرفتوها من العنوان. أيها أصدقائي، الحلقة ديال اليوم على السعادة. وي، فقط مجرد ما وليت كنطق هاد الكلمة كنحس براسي فرحانة. احساس اللي كاملين كنقلبوا عليه سبحان الله من نهار خلقت هاد البشرية، ولكن قليل اللي قدر يحققه وعرف بيان سور كيفاش يوصل ليه ويخليه مضمن له حياته. بالنسبة للناس جداد في القناة، غنبغي نقول لكم اهلين وسهلين ومرحبا بكم. انا اسمي روعة، والحلقة ديال اليوم اكيد غتخرج منها وانت اسعد مخلوق في هذا الكون. المهم ما تنساوش لايك سبسكرايب باش يوصلك اي جديد. ونبداو مع الخطوات اللي جد بسيطة في الكلمات. يعني حاولت نختار ليها كلمات بسيطة، ولكن إذا طبقتيها تيقيني الآثار ديال هذه الكلمات البسيطة ما يكون أقوى في حياتك. ونبداو على بركة الله. أول ستيب عندنا اختاريت ليها عنوان جد بسيط ومتداول عندنا احنا في الهضرة ديالنا الشعبية، اللي هو نقي حياتك من الناس اللي كيطفيوك. شفتي كلمات عاديين، ولكن المعنى ديالهم أعمق، وعاد ولا طبقتيه أقوى. شوف، باش تبسطيها عليك، اعتبري حياتك بحال غرفة ديالك، الغرفة ديالك الخاصة اللي كترتاحي فيها، كدوزي فيها معظم الوقت. سي بون؟ واش متفقة معايا الا قلت لك هاديك لا شامبر ديالك الا ما كنتيش يوميا كتزيي فيها ولا كدوزي واحد الزويف على البلايص اللي غيقبطوا لك الغبره، متفقه معايا انها غادي تغبر ياك؟ اكيد متفقه معايا. ولا كذلك الحياه ديالك الا ما نقيتيهاش غتكون مليئه بلغوات، صداع، الناس الخايبه والخبيثه، الناس اللي كدير لك بزاف لي زوبستاكل في حياتك، الناس الهدامه ديالك في حياتك. هادوك هما الغبره ديال هذيك لا شامبر ديالك. متفقين؟ الوغ السعاده غتبداي تعيشيها ملي غتحيدي العلاقات اللي كتعطي فيها اكثر مما كتاخدي. كيف ما كان النوع ديالها، العلاقه دائما كيخص يكون فيها توازن في الاخذ والعطاء. كذلك الناس اللي مثلا كل ما تلاقيتي بهم، مثلا خارجه باش تبدلي معاهم الجو، ملي كتسالي وتكوني راجعه لدارك باش كتحسي؟ اذا كنتي كتحسي براسك عيانه مطفيه، دماغك دارك، نفسيتك ما زويناش، تيقيني هادوك ماشي ناسك. اوكي، هذه ماشي قساوه ولا قسوحيه القلب كيف كنقولوا، لا، هذه فقط طريقه كتحمي بها راسك والطاقه ديالك. وديري في بالك واحد البلان،
سكو اللي ما كيزيدكش شنو ما كان كيعطيك مادي ولا معنوي، اللي ما كيزيدكش اكيد كينقص منك، شتي ولو تكون هي كلمه. دونك هاد ستيب واضحه. دابا ندوزو للستيب الثانيه واللي عطيتها عنوان كيتمثل في انه تخلي لراسك ولو ساعة واحدة في النهار. غتقولي لي كيفاش؟ سمعي نقول لك، ديما حطي راسك اولى اولوياتك. شفتي لا ما عطيتيش قيمه لراسك وحياتك، ثقي بيا ما كاينش اللي غيعطيها ليك، سواء كنتي عايشه مع داركم ولا بوحدك ولا مزوجه ولا ما مزوجاش ولا خدامه ما خداماش whatever. اعطي ساعه في النهار لراسك. بطبيعه الحال ما كنهضرش على مثلا الصالون ولا سبور ولا الحمام، نو كنهضر ليك على ساعه الكالم، ساعه لراسك د الكالم بلا هادشي كامل. الساعه ديال مثلا كويس ديال الكافي ولا تيزان، شوفي انت شنو كتفضلي، فوق شي كريسي في بالكون والشميشه نعملها لا ولا غير في السطح. مهم شوفي انت الظروف ديالك اشنو عندك، مهم تكوني غير انتي وراسك بيان سور ساكت، حيت ما خصكش تكوني كتهضري مع راسك. داكوغ حتى من ابل الا جاتك ما تجاوبيش عليها، تفهمنا؟ انتي وراسك فقط. ديري لك شي موسيقى هادئه او ناقصه وانتي كتاملي في ملك الله، كتاملي في ادق التفاصيل اللي كتشوفي قدامك، سواء في الناس ولا في شي حيوانات قدامك ولا الطيور ولا السماء ولا اي حاجه. كتاملي وانتي توجور في صمت وهدوء وراحه البال. وي غير جربيها والله حتى غتحسي بالفرق، فقط جربيها، هذه عن تجربه. لأنه السعادة راه ماشي بالضرورة فلوس ولا طوموبيل ولا دار ولا مشروع ولا لا. السعادة كتكون في تفاصيل صغيرة كتبقى تجمع مع بعضياتها وكتولد عندنا واحد الدفء داخلي خيالي، فقط ملي كنخليونا نبقاو نردوا البال لهذوك التفاصيل الصغيره. دابا ندوزو للخطوه الثالثه واللي هي تعلمي تقولي لا بلا خوف. الا بغيتي تربحي راحتك النفسيه وتحسي براسك مرتاحه وسعيده، هاد العاده واحده من اهم واقوى العادات اللي غيردوك سعيده اكثر مما كتخيلي. حيت بيان سور لو فيت انك تكوني مرتاحه وانت كديري شي حاجه ماشي هي تكوني كديري شي حاجه وانت كتضغطي على راسك باش مثلا تمشي شي بلاصه ما فيك لي يمشي ليها، ولا تقبلي بشي حاجه ما باغاش ما قداش عليها ولا ما قداش ديريها فقط باش ترضي صاحبك ولا صاحبتك ولا امك ولا باك ولا اختك. لا ما فياش، ما قداش، ما بغيتش، الا. وكيف كيقول المثل الفرنسي il y a mille façons de dire non، c'est-à-dire حتى وإلا ما بغيتيش لا تجرحي هذاك الشخص اللي قدامك ولا شي حاجه بحال هكا مثلا، يكفي انك تستعملي اسلوب شويه دبلوماسي فقط. اما كلمه لا واللي هي نفس الموقف ديالك ما خاصوش يتبدل، اتفقنا؟ اما في حاله ما اذا شي واحد من هادوك الناس اللي دايرين بيك ما تقبلش الرفض ديالك ولا كيغضب من اللي كتقولي له لا، فراه اصلا هاد النوع ديال الناس
وهما هادوك الناس اللي هضرت لك عليهم في الخطوه الاولى. فراه هما هادوك الناس اللي خاصك تحيدي من حياتك تو سامبلومون. وبطبيعه الحال كاينه واحد الفئه او ناس اللي كتحترمك وكتحترم رايك، اكيد غتفهمك. وكيف ما قلت لك وغادي نعاود نقولها لك، اذا لقيتي هادوك الناس ما تقبلوش النو ديالك، فراه هادوك ماشي ناسك وما عندك ما ديري بيهم في حياتك. دابا غنهضر لكم على ستيب الرابع. العنوان ديالها بيان سور بسيط، واللي هو قربي اولا احتكي بالناس اللي كتضحك من قلبها. غتجيك هاد الخطوه غريبه، ولكن ما تخيليش شحال الاثر ديالها ايجابي، وكتردك عندك واحد الروح مريحه وجد سعيده. بطبيعه الحال هنا ما كنقصدش الناس اللي غادي تضحك عليك، لا، هنا كنهضر بالضبط على داك النوع ديال الناس اللي كيضحكك او اللي كيضحك معاك. اوكي، غير جربي. تقدري تكوني انتيا انتروفيرت، يعني ماشي سوسيابل، ولكن فقط حاولي، حيت هاد النوع ديال الناس اباغ انهم كيخليو عندنا انطباع ايجابي، كيخليونا نوليو سعداء وي بلا ما كنحسو. شفتي، فقط يعاودوا لك نكته باسلوب مريح ومضحك كافيه. وبطبيعه الحال الخطاب ديالي هنا ماشي غير للبنات ولا للنساء، لا، لك حتى انت اخويا الا كنتي كتسمعني، فهاد الحاجه باغمي الحوايج اللي كيعطيوك جرعه كبيره من السعاده. لانه فقط الا ضحكتي ضحكه صادقه ومن قلبك، ثق بيا، كتحس براسك خفافيتي وخففتي عليك وخففتي حتى داك ستريس اللي عندك، لدرجه انه ممكن غير الضحك من قلبك كيخليك تنقي حتى الافكار ديالك. داكوغ. ودابا غندوز الاهم وحده بالنسبه لي في هاد ستيبس كاملين، واللي هي عطيتها عنوان تحرير النفس. اي هنا كنهضر على المقارنات، لا كومباريزون. حرري راسك من المقارنات، حيت عنفه كتدخلي في غمار المقارنات كتولي مقيده سجينه بافكار خبيثه. حبسي المقارنات، وقفيهم. اخطر واقوى سبب ديال التعاسه هو الكومباريزون. علاش؟ غتبقاي كتقولي علاش هي عندها وانا ما عنديش، علاش هي خدامه وانا لا، علاش هو مزوج وانا لا، علاش هو عنده اخر طوموبيل وانا لا، علاش هي عندها وليدات وانا لا. بون، الا بقيت كنعطيكم امثله وانتم عارفينهم اكثر مني ما غنساليش، ولكن اللي بغيك ديري في بالك انه ما خفيه كان اعظم. يعني بالنسبه لهادوك الناس كاملين اللي كتشوفي وكتقولي سعداتها وسعدات وما نعرف شنو، وكتبغي غير كتعسي في راسك نتيا، راك ما عارفاش اش ناقصو. ما غاديش نعمم بطبيعه الحال، ولكن ممكن تكوني انت كتستمتعي بشي حاجات بساط اللي هذاك الشخص اللي قدامك مفتقدهم. اوكي، دونك ديما الامتنان، دائما حمدي الله وشكريه على هذاك الشيء اللي عطاك. تفهمنا؟ واذا كنتي باغا تكون عندك شي حاجه خدمي عليها. كل حاجه بوقتها، وكل واحد والطريق اللي كيخد باش يحقق اهدافه. كيف كنقولوا عند وما تحسدش. اذا خدينا على سبيل المثال غير الصبار مثلا مع شي نوع اخر من النبات، نخوضوا على النرجس، كل نبته في هادو نايضه في بلاصه، يعني تحت ظروف مختلفه، سي بون، ولكن راه بزوجهم عايشين. اذا نشوفي انت كيفاش اختاريتي تعيشي، فهمتيني ياك؟
ودابا ستيب 6 واللي كتعجبني كتر وكتر وكتر. اعطيتها عنوان عيشي اللحظه. وي، اسعد الناس هما اللي كيعيشوا الان، ماشي متحسرين على داكشي اللي فات وساجنين راسهم في الماضي ولا شاطنين راسهم بغدا شنو غيطرا فيه. صديقي، صديقاتي، اللي فات مات وما عمره غيرجع، واللي غيجي عندك فقط واحد النسبة باش مثلا تامباكتيه ولا مثلا تحكم فيه. اما الباقي راه ديال الله. ديما عيش اللحظه ديالك، بروفيتي لو ماكسيموم، وحمد الله. الحمد لله ربي عطانا بعدا واحد الملكه اللي اللهم لك الحمد عليها، واللي هي النسيان. تخيلوا معايا كون ما كنا كنساو حتى حاجه طرات لينا. تخيلوا معايا كون اي حدث مؤلم ما نقدروش ننساوه، ما نساوهش، ما يتنساش لينا. صعيبه. دونك اللهم لك الحمد. اذا اللي داز نساه، واللي كيفكر بزاف في اللي جاي صدقني من اتعس الناس، لانه بكثرة التفكير كتقدر تدخل راسك في دوامه الاكتئاب بلا ما تحس. ودابا ستيب 7 والأخيرة، واللي عن تجربة، واعتبريها نصيحة من أخت لأختها أو أخت الأخ ديالها. سمعي وفهمي راسك باش ترتاحي. إلا شفتي راسك عييتي ارتاحي. شفتي راسك حاسة بضغط في شي بلاصة بعالي. شفتي راسك مخنوقة هضري خوي. شفتي راسك محتاجة تبكي غير بكي، ما فيها حتى عيب. بنادم راه ماشي آلة، ملي كيدا شارجة خاصنا نشرجيوه. اوكي، فهم او فهمي المشاعر ديالك. السعادة راه في ابسط الاشياء اللي ما تقدروش تخيلوها. ما عندهاش قيمة كاع مادية كاع. تقدر تلقاها في ابتسامة ديال شي صديق ولا شي واحد عزيز عليك ولا شي واحدة عزيزة عليك، شي شخص اون جينيرال عزيز عليك. تقدر تلقاها في خريجة في الليل، ممكن غير كتمشي بوحدك وبصمت وانتي كتأملي داكشي اللي قدامك. هادشي كافي باش يسعدك. دير في بالك اولا ديري في بالك انه سعادتك بين يديك، وباعتبارك كتفكري دابا في كلامي اذا هنيئا لك، فانتي بديتي كتحسي براسك سعيده وانك فعلا باغا تبدلي حياتك وافكارك. اذا ما تردديش وبداي اعطي فرصه لراسك، اعطي فرصه لحياتك، اعطي فرصه لعقلك لقلبك. فما كاين ما احسن من انك تعيشي بسعاده. ما سخيتش بيكم، وصلنا نهايه البودكاست. والى وصلتي حتى لهنا ما تنسانيش من لايك. حبسي دابا وقفي دابا الفيديو، ديري لي واحد اللايك وسبسكرايب وخلي لي تعليق. والله يفرحك لاله من القلب يا ربي. اي واحد بصح في خاطرو شي حاجه فيها خير الله يحققها له والله يفرحوا بها ان شاء الله. ما تنساش تبارطاجي هذا الكلام الا شفتيه غادي يهم شي واحد، كسوا راجلك، مرتك، خوك، اختك، ماماك، باباك، جارك، اي واحد شفتيه محتاج يسمع هذا الكلام. بارطاجي مع هذه الحلقه، والى الحلقه المقبله ان شاء الله.